جاهزين؟ جاهزين النهاردة هنعمل مع بعض أقوى فيديو إن شاء الله يبقى على القناة. هنعمل مع بعض النهاردة التوب 3 تتبيلات اللي كسروا الدنيا، وصلت مشاهداتهم ل10 مليون مشاهدة، والناس كلها بتحاول وبتجرب ويرجعوا يعملوها تاني. هنعمل مع بعض النهاردة تتبيلة الشاورمة الفراخ اللي بطعم المطاعم وريحتها تفتح النفس من أول ما تحطيها على النار. وهنعمل مع بعض تتبيلة البانيه اللي هتديكي قرمشة تسمعيها وانت في الشارع، وطراوة من جوه تخلي الكل يسأل عملتيها ازاي. وهنعمل مع بعض كمان تتبيلة الكفتة اللي بتكون طرية ومليانة عصارة من جوه وطعمها يجنن. وهقول كل الأسرار، كل التكات وكل المقادير المظبوطة هقولك عليها دلوقتي حالا. يلا بينا نبدأ كده ونتبل كل الحاجات مع بعض ونشوف الوصفات دول عملوا ضجة وكسروا الدنيا ليه. يلا بينا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خير ما نبدأ به طبعا هنجيب شاورمة الفراخ، هنبدأ بيها الأول بتتبيلتها. طبعا بنقطعها حتت صغيرة جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده، ونحاول تكون رفيعة على قد ما نقدر. طبعا الكمية اللي انت عايزاها، دول هنعمل حوالي 2 كيلو. ونحاول نقطعها كده حتت صغيرة صغيرة لحد ما تحسي ان انت معدتش هتقدري تقطعي اكتر من كده. لو أول مرة تتابعوني، ده مطبخ سعاد. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ويا ريت اللي مشتركش يشترك، ولو لسه معايا لحد دلوقتي حطوا لايك. حطوا لايك عشان القناة تكبر بيكوا والفيديوهات تتشاف، لأن المشاهدات قليلة جدا واللايكات قليلة جدا، فالفيديوهات مش بتتشاف أصلا. نبدأ بقى بالتتبيلة بتاعتنا السهلة جدا جدا بتاع الشاورما بدون أي حاجة. هنحط معلقة ملح صغيرة، بابريكا، عادي زودي بابريكا زي ما انت عايزة، معلقة فلفل أسمر، توم باودر، بصل بودر. كل البهارات بتاعتنا جافة. معانا كمان كاري، معلقة صغيرة كاري، ومعلقة كركم، ومعانا كمان سيدة التوابل الكزبرة، وشوية كمان من الحبهان المطحون. ونحط معانا معلقتين كبار كده دبس الرمان، أو معلقة زي ما تحبي، يعني لو مش حباها مززة شوية معلقة واحدة. ونحط معانا حوالي كوباية صغيرة زبادي. بس كده، دي أقوى تتبيلة للشاورما صراحة، بتخليها في حتة تانية خالص. ولا بصل مفروم ولا حاجة في الكبة ولا أي حاجة، كل البهارات بتاعتنا جافة مع زبادي ودبس الرمان. ونقلب كويس جدا جدا، وننزل بالفراخ بتاعتنا اللي احنا قطعناها، وبإيدينا كده لحد ما نوصل كل التتبيلة للفراخ. وطبعا ديت ممكن نستخدمها في حشوات الجلاش، في حشوات السمبوسة، في حشوات السبرينج رول، في سندوتشات الشاورما. يعني ديت مع كله ممكن تستخدميها. بس كده خلاص، ادي اول تتبيله خلصناها. دي بقى احسن حاجه، تتغطى وتتشال في التلاجة من ساعة لساعتين عشان تديك الطعم اللي انت عايزاه. طبعا ولو فضلت من بالليل للصبح طبعا حاجة في قمة الروعة بصراحة. بس تطلع من التلاجة على نار عالية جدا جدا على المقلاية وشوية زيت وخلاص. اللي بعده هنعمل تتبيلة البانيه السهلة جدا برضو، بدون بصل بدون فلفل ولا أي حاجة. كوبايتين لبن، معانا كمان كوباية زبادي، ومعانا كمان بيضتين. ما تخافوش مش هنعمل كيكة. وهنبدأ نحط كمان معلقتين 3 كده كبار دقيق. وهقول لكم ليه دلوقتي السر ده، علشان يعني تاكلي بانيه مقرمش قرمشة تحفة. حطينا 3 معالق دقيق. هنحط كمان معانا معلقة نشا. ونبدأ بقى بالبهارات بتاعتنا: كاري، فلفل أسمر،
معلقة ملح صغيرة. كل الكمية ديت على حوالي 2 كيلو، وشوية مطحونين من الحبهان، بصل بودر، توم بودر. بس كده الخلطة بتاعتنا جاهزة، ضربناها في الخلاط بتبقى تقيلة شوية. البيض والدقيق علشان ما نرجعش نتبلها تاني في تتبيلة جديدة، والدقيق علشان يخلي البقسماط تمسك معانا على القشرة الخارجية بتاعتها وتبقى ماسكة كده. نطلعها بس من التتبيلة على البقسماط بس، مش بنحط في بيض تاني ولا بنحط في دقيق ولا أي حاجة، هي الخلطة جاهزة جدا. طلعها من التتبيلة بتاعتنا على طول على البقسماط وبعد كده على القلي. نبدأ بقى نحط الفراخ بتاعتنا البانيه، طبعا مغسولة كويس جدا كده بالمحلول النقع بتاعنا، ملح وليمون ودقيق وجنزبيل، ونشطفها كويس جدا ونصفيها كويس جدا من المية. ولو كانت سميكة نحاول ندقها، ولو رفيعة خلاص مش بندقها ولا حاجة عشان ما تبقاش رفيعة قوي معانا وتنشف. ونبدأ بقى كده زي ما انتوا شايفين نتبلها كويس جدا. وبكده يبقى سهلنا موضوع ان احنا ساعة القلي نحط بقسماط وبيض لوحده، بيض على لبن، ونحط هنا وهنا. لا، يبقى احنا كده عملنا خطوة واحدة وبتشيل معانا كمية بقسماط كويسة، وبتحافظ عليها من بره، ويبقى الكفر بتاعها سميك وتقيل ومقرمشة جدا 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 على التلاجة من بالليل للصبح، وبعد كده نستخدم. يلا بينا على اللي بعده. هنعمل مع بعض أحلى كفتة. طبعا ده عيش مبلول، قلب العيش وواحدتين توست. طبعا مش هنستخدم كل ده، احنا ناخد منه بس، ودول 5 بصلات. هنعمل الكفتة بتاعتنا بقى اللي مكسرة الدنيا أصلا، الناس كلها يعني بتبحث عنها بطريقة كبيرة جدا. كفتة الحاتي اللي مجننة الناس، وطبعا هنعملها النهاردة بكل أسرارها وتكاتها. دولا 3 كيلو لحمة، عليهم حوالي يعني على كل كيلو ربع دهن أو حتة من الدوش، لأنها الحتة بصراحة اللي بتسيح وبتبقى جميلة جدا، لأن في دهن بيبقى جامد كده وما بيستويش ولا بيفك ولا أي حاجة. مع ال5 بصلات، مع نص معلقة ملح على كل كيلو لحمة. هننزل معانا بمعلقتين 2 كبار فلفل أسمر، 7 بهارات معلقة كبيرة، معلقتين، ومعانا شوية بابريكا، وهنحط معانا كمان كيس بيكنج باودر علشان ما تفكش معانا وهتبقى منفوشة كده مش مكتومة. ناخد من دول يعني ايه شوية صغيرين، مش هناخد كل الكمية، هناخد بس التوست. نعصره كويس جدا 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 من المية، بيخليها منفوشة شوية، وكمان زي كفتة بره بالظبط اللي بيضيفولها عيش مبلول أو بيضيفولها دقيق. احنا هنضيف لها توست مبلول بس هنفك منه المية خالص، ونعجنها كويس جدا جدا. طبعا احنا مش هنوصل للي احنا عايزينه غير لما نرجع تاني في الكبة نفرمها ونرجعها تاني، لان طبعا هيبقى كل الحاجات ديت محتاجة تتفرم كويس جدا، لانك انت هتفضلي تاخدي وقت طويل جدا جدا لحد ما تعجنيها. فاحنا في غنى عن كل الوقت ده. ويلا تعالوا مع بعض كده نجيب الكبة بتاعتنا ونديلها فرمة تاني. زي ما انتوا شايفين مهما تعجني هتبقى باينة الكبة مكان البصل. ونبدأ نرجع تاني الكفتة بتاعتنا، ونفرمها. نرجع لكم تاني بعد ما فرمناها. طبعا لسه باين فيها الدهن شوية بس ده عادي، ده هيسيح معانا في الفرن. ونعجنها كويس جدا ونغطيها ونسيبها في التلاجة من ساعة لساعتين لحد ما تتشمع معانا، ونحطها في الفرن. تعالوا اوريها لكم بعد ما شدت كده وعملت نسيج، ونشويها. وبعد ما نشويها نطلعها. طبعا عايزة على الشواية ماشي، عايزة في الفرن الكهرباء أو في الفرن البوتاجاز عادي. وبعد كده بعد ما تطلع نولع فحماية على ورقة فويل على نقطة زيت ونغطيها كويس جدا،
ونعمل أحلى كفتة مشوية في البيت. ويبقى بكده عملنا أقوى 3 تتبيلات على اليوتيوب كل الناس بتتفرج عليهم. يا رب أكون وصلت لكم اللي انتوا عايزينه. أشوفكم تاني إن شاء الله في مطبخ صحي.